اهلا بكم. لو شعر بنتك هايش او شعرك انت هايش وعايزه حاجه تودي الهيشان ده، يبقى الفيديو ده ليكي. جايب لك النهارده الكريم السحري اللي مش بس بيقضي على الهيشان، لا ده بيغذي الشعر وبيقوي الشعر وبيمنع تساقطه وبيساعد على تطويل الشعر. هقول لك عليه، لكن في البدايه انزلي دوسي على زر الاعجاب واشتركي في القناه علشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين في وقت قليل. يلا بينا نبدا الفيديو. جايب لك النهارده بقى كريم اسمه شارم الير. شارم الير ده من افضل الكريمات اللي ممكن تستخدميها وتحطيها على شعرك، لان هو فيه ميزات كتيره جدا. بيمنع تساقط الشعر وبيغذي الشعر ويمنع قشرة الشعر وبيطول الشعر وبيمنع تشابك الشعر وبيمنع هيشان الشعر. فيه ميزات كتيره جدا، والافضل ليكي انك تستخدميه. طب ليه بيعمل الحاجات دي كلها؟ لانه بيحتوي على مواد كتيره جدا. من ضمن المواد اللي موجوده فيه زيت الزيتون والكافيين وخلاصة الصبار وخلاصة الروزمالي ودايمسكون. طب ازاي تستخدمي الكريم ده؟ بتغسلي شعرك كويس بالشامبو، وبعد كده بتحطي الكريم ده زي الكريم العادي وبتسرحي شعرك كويس وبتسيبي الكريم عليه، ما تغسليش تاني زي الكريم العادي بالظبط. استخدموه وان شاء الله يجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. وما تنسيش بقى تدوس على زر الاعجاب للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وزي ما عودتكم في كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاه نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس ان اجيب برضو معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدميش اي حاجة غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاكي ولا لا. ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.